من الفراخ البانيه، قطعتها انا اللي مقطعاها كده قطع صغيره كده للشاورما. معايا علبه من الزبادي، ودي علبه من الزبادي العادي، لو حابه تجيبي اللي هو العلب التانية مفيش مشكله خالص. عندي هنا كيسين كاتشب وكيس مايونيز، لو حابه تحطي عليها مستردة بتدي طعم برضو احلى، بس المتاح عندي حاليا الكاتشب والمايونيز دول. عندي هنا التوابل، عندي قرفه، سوري جنزبيل وقرفه وكركم. وهنا عندي دي مجموعه توابل على بعضها، يعني توابل مطحونه على بعضها للفراخ. وعندي هنا ده كاري، ودي كزبره، بابريكا، فلفل اسمر، رشه كمون، ومعلقه صغيره من الملح. دول كده هحطهم على الفراخ بتاعتي اللي انا مقطعاها، واحطهم بقى في التلاجة على ما انا اجهز بقيه الخطوات التانية. اول حاجه اعملها هاخد بقى نص علبه الزبادي معايا، مش هحط طبعا العلبه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسمي الله كده اهو كده بالشكل ده. بسم الله. لان انا جايبه بس ربع كيلو علشان اعمله للولاد في الكريب، ان اصلا هو في اكل تاني بس هم كانوا حابين الاكله دي النهارده، فدي علشانهم هم. عندي التوابل، اسمي الله بقى كده وانزل بيها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده اجيب بقى الكاتشب والمايونيز برضو وانزل بيهم. كده المكونات بتاعتي كلها جاهزه، بسم الله كده. اقلبها بقى كويس قوي قوي قوي، وبعد كده هروح عصر عليها عصره ليمون، يعني نص ليمونه كده هعصره عليها واسيبها بقى في التلاجة. انا كده قلبت بقى المكونات مع الفراخ زي ما انتم شايفين كده، وادي عصره نص ليمونه، نص بس كفايه، مش هحتاج اكتر من كده، واسيبها بقى في التلاجة شويه. لو حابه تحطي معلقتين لبن كمان مع المكونات دي برضه هيدي طعمه حلو. زيت الليمون عشان لسه كده اهو. نقلب بقى تاني كويس جدا، نحط بقى معلقه لبن برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه كده كبيره، انا حطيت بالمعلقه الصغيره، لو انت هتحطي يبقى بمعلقه كبيره، معلقه كبيره لبن زي دي كده مثلا، يبقى لبن وزبادي وجميع التوابل اللي عندك. لو حابه تحطي توابل اللي هي الجاهزه بتاعت الشاورما ممكن تستخدميها، لو مش عندك زي حالتي كده انا حاليا خلصانه من عندي، هنكتفي بالتوابل اللي احنا حطيناها كلها توابل حلوه جدا وهتدي طعم جميل باذن الله. نحطها بقى في التلاجة شويه، وبعد كده نكمل ونشتغل عليها. تعالوا بينا يا حبايب قلبي نجهز بقى الحشوات بتاعه الكريب ونعمل الشاورما الفراخ الاول. هنعمل دلوقتي انا جهزت طبعا الشاورما ووريتها لكم، حطيت التوابل كلها، بابريكا، كاري، كركم، تتبيله توابل للفراخ مخصوصه يعني عشان الفراخ، وحطينا كمان ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره، وحطينا اللهم صل على النبي قرفه وجنزبيل، وحطينا نص كوبايه زبادي مع معلقه كبيره من اللبن وكيسين من الكاتشب وكيس من المايونيز، وقلبناهم كويس جدا. وده شكل الشاورما بتاعتنا اهو. وهنا مقطعين طماطم صغير، مقطعين بصله كبيره وواحده صغيره مقطعهم برده صغير، وهنا 5 حبايات من الفلفل الرومي قطعتهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وعندي زيت، حطيت حله على النار، واول حاجه هنزل بيها هحط البصل على النار في الاول، هحط شويه زيت في الحله، وبعد كده هحط شويه البصل بتوعنا دول. ادي الحله بتاعتنا، حطينا الزيت وهننزل بالبصل اهو يا حبايبي. ادي البصل حطيناه على النار، وهنسيبه بقى لحد ما يدبل وياخد لون كده معانا. ادي البصل اهو، البصل سوري يا جماعه، البصل لونه بدا يتغير اهو، واضح ان انا مش مجمعه. البصل اهو بدا لونه يغير معانا وبدا يحمر بالشكل ده كده. هجيب بقى الشاورما بتاعتي على طول، اول حاجه هنزل بيها الشاورما
وانزل على البصله وهي باللون ده كده اهو. نزلنا بقى الشاورما بتاعتنا بكل المكونات اللي حطيناها عليها مع البصل. قلب بقى كويس كده لحد ما احس انها بدات تنضج معايا. وحطيت دلوقتي حبايبي، بس معلش ان انا نسيت اوريها لكم، حطيت ربع معلقه كده من الخل، ما كترتش اهو. هي بدات لونها يتغير وبدات تدخل في السوا بتاعها، بدات انها تستوي. ادي كده حبايبي انا بحاول ان انا انشف السوائل اللي فيها علشان هنزل بقى بعد كده بالطماطم. هذه الطماطم اهي البسمله ننزل بيها اول حاجه. طبعا فاضل معانا الفلفل ده بنحطه في الاخر. سيبها برضه تاخد وتدي كده مع الطماطم شويه وبعد كده انزل عليها بالفلفل. انزل بقى بالفلفل كده اخر حاجه معايا كده. طبعا لو في فلفل الوان بتبقى جميله جدا، بس طبعا اللي موجود عندك تقدري تعملي، مش هتقول لا. في فلفل رومي وفي طماطم وفي بصل خلاص، لكن لو حبيتي طبعا تضيفي الفلفل الالوان ده بيدي طعم جميل جدا الشاورما بالذات، لكن لو مش موجود خلاص هنعمل برده شاورما اهو كده. وهسيبها برده شويه على النار. نحط شويه ميه صغيرين حوالي معلقتين كده مثلا وبس، ودقيقه بالظبط باذن الله ونطفي عليها وتبقى كده جاهزه معانا الحشوه الاولى. زي ما قلت لكم انا هخليها بس تشرب الميه والسوائل اللي نازله منها دي وهطفي عليها كده. حبايب قلبي ادي اول حشوه معانا شاورما الفراخ، دي اول حشوه للكريب. انا دلوقتي بقى هحمر بطاطس. طبعا تحمير البطاطس يعني حاجه سهله جدا. هحمرها واجهز الحشوات ونيجي مع بعض نحشي الكريب بتاعنا ونشوف هنكمل بقيه الطريقه بتاعته ازاي.